هل حضرتك شايفة، ويعني أنا عايز أكون حريص في كلامي، إن في بعض الدكاترة بيتسرعوا في طلب عمل قسطرة في القلب؟ ده سؤال رائع. للأسف أيوة طبعا، مش كل ألم في الصدر هيبقى قلب، لا طبعا، في أسباب كتيرة جدا، غالبا مش هيكون قلب، هو الأقل يعني نسبة إنه يكون قلب، لكن العادي إنه ما يكونش القلب. إحنا قلنا القلب، آلام القلب لها مواصفات. معظم المرضى بيجوا آلام الصدر اللي عندهم هي مش قلب أصلا، مش ماشية مع القلب أصلا. طيب حضرتك الدكاترة بيتسرعوا؟ طبعا بيتسرعوا وبيقلقوا العيان وأهل المريض بسرعة غير عادية، مع ان في الاصل هنا انك تطمنه، لان في الغالب ما بيطلقش عندهم. ايوه صح، هو اكتر مرض بيموت، بس مش اكتر، مش مثلا انا لو جالي 10 عندهم الام في صدر، كم واحد فيهم عنده حاجه في الشرايين؟ طبعا مش كتير، مش كتير خالص. هي الفكره امتى نطلب؟ طب القسطره، انا بلاحظ ان في دكاتره بيطلبوا قسطره لمرضى الالام بتاعتهم اصلا مش ماشيه انها قلب اصلا. ولو ماشيه انها قلب، انت في الاول بتعرف الريسك بروفايل، تعالج البروفايل بتاعه وتديله ادويه الاول، وبعد كده تشوف لو ارتاح ما تطلبش حاجه.